لا تخاف من البشر، خاف من الله بس، واعمل حساب له. لأن البشر اللي بيعملوه معاك هو تنفيذ لإرادة الله، فهو ربنا سبحانه وتعالى هو بيكونوا هم له أدوات ينفذوا إرادة ربنا. فما تخافش أبدا غير من ربنا، اعمل له كل حاجة، صلي، زكي، خاف ربنا، رضيه، واستغفر ربك، سبح في كل وقت، واحمد ربنا إنه هو بيرزقك ويطعمك ويخليك كده أحسن إنسان في الدنيا دي كلها. قول يا رب أنا بحبك جامد، وإن أنا عصيتك كتير، وإنت بتحبني فعلا حقيقي بتحبني، وأنا عصيتك، وأنا صحيح في وقت من الأوقات مش بكون بحبك، لكنك أنت بتكون سند معايا فعلا حقيقي. إحنا ساعات ما بنحبش ربنا، إحنا ساعات بنعصي كتير، لكن ربنا دايما هو معانا، مش بيبعد عننا، كل وقت معانا. لكن لازم نعيد تفكيرنا تاني بإن إحنا نحرص على إن نكون أوفياء لربنا، نراضيه، عشان إحنا جايين لعبادة ربنا فقط، ونحيي الإسلام بجد، ونكون مؤمنين بجد، ونحب بعض بجد، ونقرأ قرآن، ونسبح لربنا، ونصلي، ونسجد له، ونعرف ربنا بجد، ونحبه بجد، ربنا يحبنا ويبعد عنه كل إنسان الغضب والابتلاءات. الحمد لله والشكر لله. فاللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.